هاري بوتر، حكاية السحر الذي وحد العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في نسمة صوت، حيث نسافر اليوم إلى عالم يقع خلف جدار محطة قطار، عالم ترسل فيه الرسائل عبر البوم وتلقى فيه التعاويذ بكلمة واحدة. إنها قصة فتى نحيل ذي شعر فاحم ونظارات مستديرة، يحمل ندبة على شكل صاعقة. فتى لم يكن يعلم أنه أشهر من في عالمه، وأنه يحمل على كتفيه مصير هذا العالم بأسره. هذا هو عالم هاري بوتر، السلسلة التي نسجتها الكاتبة البريطانية جي كي رولينج من خيوط الخيال لتخلق ظاهرة ثقافية لم يشهد لها التاريخ مثيلا، وتعيد ملايين الأطفال والشباب إلى أحضان القراءة. تبدأ حكايتنا مع هاري بوتر، اليتيم الذي يعيش حياة بائسة في خزانة أسفل الدرج في منزل أقاربه آلدرزلي، الذين عاملوه كأنه عبء غير مرغوب فيه. كانت حياته رمادية وبلا معنى، مليئة بالإهانات، ولم يكن لديه أي فكرة عن حقيقة والديه أو عن سبب تلك الندبة الغريبة التي تزين جبهته، إلى أن أتى ذلك اليوم في عيد ميلاده 11، يوم وصلته رسالة غيرت كل شيء، رسالة من مكان لم يسمع به من قبل، مدرسة هوغوريتس للسحر والشعوذة. لقد اكتشف هاري الحقيقة، هو ساحر، ووالداه لم يموتا في حادث سيارة كما قيل له، بل قتلا على يد أقوى ساحر ظلام في التاريخ، اللورد فولدمورت، وهو الطفل الرضيع نجا من تعويذة الموت بأعجوبة. منذ تلك اللحظة انفتح أمام هاري عالم جديد ومذهل، عالم موازن يعيش بجانبنا دون أن نشعر به، عالم له قوانينه الخاصة ومتاعبه الخاصة وسحره الخاص. تجولنا معه لأول مرة في حارة دياغون، حيث تباع العصي السحرية التي تختار أصحابها، والكتب التي تعض، والمكانس التي تطير. ثم صعدنا معه على متن قطار هوغوريتس السريع من الرصيف السري 9 3/4، متجهين إلى قلعة هوغوريتس الأسطورية بأسوارها العالية وأبراجها الشاهقة وأسرارها الدفينة. القلعة التي تتغير فيها السلالم بمزاجها، وتتحدث فيها اللوحات، وتتجول فيها الأشباح، وتقوم قبعة التنسيق بتوزيع الطلاب على منازلهم الأربعة: غريفندور وسليذرين، رافنكلو وهافلباف. لكن أعظم سحر وجده هاري في هذا العالم لم يكن في تعويذة أو جرعة، بل كان في الصداقة، صداقته مع رون ويزلي وهيرمايني جرينجر. رون الصديق الوفي والمخلص الذي ينتمي لعائلة سحرة فقيرة لكنها دافئة ومحبة، والذي كان يمثل القلب الشجاع والمرح في مغامراتهم. وهيرمايني الفتاة النابغة ذات الأصول العادية، والتي كانت تمثل العقل المدبر والثقافة الواسعة بذكائها ومعرفتها. أنقذت أصدقائها مرات لا تحصى، هم الثلاثي الذهبي الذين أثبتوا أن الشجاعة والولاء والذكاء حين يجتمعون يمكن أن يواجهوا أعتاق والظلام. صداقتهم كانت درعهم الحقيقي. لم تكن السلسلة مجرد مغامرات، بل كانت مليئة بالحكمة العميقة التي تجسدت في شخصية مدير المدرسة ألياس دمبلدور، الرجل الذي كان يرى النور في أحلك الأوقات. وظهر ذلك حين قال: إن ما يهم ليس ما تولد عليه، بل ما تنمو لتكون عليه. إن خياراتنا يا هاري هي ما تكشف حقيقتنا،
أكثر بكثير من قدراتنا. كان ديمبلدور هو المرشد الروحي لهاري، يذكره دائما بقوة الحب وبأهمية مواجهة المخاوف، وبأن السعادة يمكن إيجادها حتى في أكثر الأوقات ظلمة، قائلا: السعادة يمكن إيجادها حتى في أحلك الأوقات، فقط لو تذكر المرء أن يشعل النور. في مقابل كل هذا النور كان هناك ظل طويل ومخيف، ظل اللورد فولدمورت، الذي كان هدفه هو الخلود والسيطرة وتطهير عالم السحر ممن لا ينتمون لدماء نقية. فولدمورت ليس مجرد شرير، بل هو تجسيد للخوف من الموت ورمز للعنصرية والكراهية. عودته التدريجية من عالم الموتى كانت هي المحرك الرئيسي للتوتر والرعب في السلسلة، وكان معه جيشه من أكلة الموت، أتباعه المخلصون الذين نشروا الرعب والدمار، محاولين الإطاحة بكل قيم التسامح والمساواة التي يمثلها ديمبلدور وهاري. تكمن عظمة سلسلة هاري بوتر في قدرتها على التناغم مع أنماط قصصية عالمية خالدة، مما جعلها مفهومة ومحبوبة لدى كل الثقافات. فهي من ناحية تنتمي لتقليد قصص المدارس الداخلية البريطانية، لكنها تضيف عليها لمسة سحرية فريدة. هوغوريتس هي نسخة خيالية لهذه المدارس بقواعدها ومنافساتها وصداقاتها، ومن ناحية أخرى هي تجسيد مثالي لرحلة البطل. هاري مثل لوك سكايووكر في حرب النجوم، أو فرودو في سيد الخواتم، هو المختار الذي ينتزع من حياته العادية ليحمل عبئا ثقيلا ويواجه الشر المطلق، كما أنها في جوهرها رواية تكوين أو قصة نضوج. نحن نشهد شخصياتها وهي تنمو من الطفولة إلى المراهقة ثم الشباب، تواجه الحب، الفقد والخيانة، وتكتشف مكانها في العالم. لم يظل هذا السحر حبيس الصفحات طويلا، فمع بداية الألفية انطلقت سلسلة الأفلام السينمائية التي حولت الخيال إلى حقيقة بصرية مذهلة. كان التحدي الأكبر هو العثور على الأطفال المناسبين لتجسيد الثلاثي الذهبي، وقد نجحوا في ذلك نجاحا باهرا. أصبح دانيال رادكليف وروبرت جرينت وإيما واتسون هم وجوه هذه الشخصيات في أذهان العالم. لقد استطاعت الأفلام أن تبني عالم هوغوريتس بكل تفاصيله الساحرة، من القاعة الكبرى بسقفها المسحور إلى ملعب الكويتش والغابة المحرمة، مما جعل تجربة المشاهدة غامرة ومبهرة. والسؤال الآن: لماذا بعد انتهاء القصص والأفلام لا يزال هاري بوتر ظاهرة حية؟ لأن إرثه أعمق من مجرد قصة عن السحر. لقد خلق عالما متكاملا يمكن للجميع أن يجدوا فيه ملاذا، وعالج قضايا إنسانية خالدة كالحب، الموت، التضحية، الشجاعة، والوقوف في وجه الظلم. والأهم من ذلك كله، لقد أثبت أن القصص ما زالت تملك القدرة على تغيير العالم. لقد جعلت جيلا كاملا يقرأ بشغف ويعشق الكتب، ويؤمن بأن الكلمات هي أقوى أنواع السحر على الإطلاق. وإلى هنا تصل رحلتنا لهذا اليوم إلى محطتها الأخيرة، لكن الحكايات لا تنتهي، بل يبقى صداها ليلهم خيالنا ويوسع مداركنا. كنتم برفقة نسمة صوت، حيث لكل صوت روح، ولكل روح حكاية تستحق أن تروى. نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل أن نلتقي قريبا في رحلة جديدة ومع نسمة صوتية متجددة. إلى ذلك الحين دمتم بكل خير.